كان يا ما كان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في زمان ماشي بحال هاد الزمان، فوق 7 جبال وتحت 7 وديان، في بلاد نساها الناس وغطاها النسيان. كان دوار صغير كيتخبى بين الغابة والعيون الكبار. في داك الوقت اللي كانت فيه الناس عايشة بالنية وقلوبهم صافية ونظيفة، كانت الحكايات كتدور من الصغير حتى للكبير وتسافر بلا جناحين. ومن بين هاد الحكايات كانت حكاية غريبة وعجيبة وقعات في دوار بعيد. واحد الشاب بنية قلبه طيب، ما فيه لا غدر لا بهتان، عايش مع ميمتو اللي كانت ليه هي الأمان. مرا حكيمة كلامها ميزان، فيه بزاف ديال المعاني الكبار والدرس اللي خاص ياخدو كل إنسان. كانت كتوصيه ليل ونهار وتقول ليه اسمعني يا ولدي، لا تثيق في اللي عنده جوج وجوه، وجهه يضحك ليك ووجه يشتم فيك. اللي كيهضر زوين قدام الناس ومنين يمشيو يقلب الكلام ويقلب اللباس، راه هذاك ماشي ولد الناس. ما تعطيه سرك، ما تعطيه امان. جاوبها ولدها وقال وكيفاش نعرفو يا ميمتي، الوجه وجه البشر والقلب فيه الشيطان. جاوبته وتنهدات وقالت ليه ولدي الحبيب، اللي يسقيك بالزهر ويبخرك بالعنبر، لسانه يقطر بالعسل، يضحك قدام الناس ويقول كلام زوين بحال الماس، غير هما يمشيو يهدر فيهم ويضرب في عرضهم ويشتم فيهم. عرف ولدي بالله هاد المخلوق ما فيه لا خير لا إخلاص. اللي داروا في الناس اللي سبق منك عرف بالله انت غادي تتبعهم. ايوا هذا هما فعيل مول جوج وجوه، وحده قدامك ووحده في العتمه. دازت الايام ومات لميمه الحنينه وخوات عليه الدار، ما بقى حد يخاف عليه ولا اللي يحن عليه. بقى الشاب وحده والقلب حزين، ولا اللي يوصيه، ما لقى اللي يونس وحدته، لا صاحب لا خو حنين. والميمه اللي كانت معمره عليه الدار صافي راها مشات عند الحنان المنان، وقال في بالو غنبيع هاد الدار ونقلب على رزقي في كل مكان. شد الشاب طريقه ودار العزيمه قدامه وقلبه ما فيه لا خوف ولا ضيق. شرا جمل وسلاح وخلى شويه من الفلوس معاه. شد الطريق صادف واحد الراجل طايح في الارض، رجلو كانت مكسوره والعطش داير فيه حاله. قرب منه شويه بقى فيه، ومن فوق الجمل نزل ليه، سقاه من اميها اللي معاه، حل العمامه ديالو وربط بها رجليه الموجوعه، ومن بعد هزو معاه فوق الجمل وكملوا بجوج طريقهم. سولو الشاب وقال اش وقع عليك وكيفاش وصلتي لهاد الحاله؟ جاوبوا الراجل وقال كنت مع الفرسان كنحرروا واحد البلاد، تقاست رجلي، صحابي مشاو وخلاوني وانا بقيت هنايا بوحدي، لا خو لا حبيب لا صديق لي يعتقني. وهما كيتحدثوا بيناتهم غادي يصادفوا واحد الراجل كبير في طريقهم. جاب قرب ليهم وكان كيعرف الراجل اللي عنده رجلو مكسوره مزيان. سولو اش وقع لك يا فلان، واش محتاج العوين؟ الراجل المكسور تبسم ليه وشكرو ودار وشاف الشاب اللي نقدو، قال ليه اسمعني يا ولدي، هذا الراجل راه من اولياء الله الصالحين، اللي دق على بابو عمرو يخيب ولا يردو مكسور. غير مشى الراجل الكبير في حاله بدا يسبو ويلعنو. في ديك اللحظه الشاب تفكر كلام ميمتو ملي كانت كتوصيه، ما تعولش ولدي على اللي عنده جوج نيات وجوج وجوه. في ديك اللحظه الراجل المكسور بدا كيسول في الشاب على حياته. واش جابو لهنايا؟ جاوبو وقال ليه انا عايش جوال من ارض لارض، نقلب على رزقي، ما بقى لي حد في هاد الزمان من غير وصيه ميمتي الحنينه اللي كانت ديما كتوصيني ما نطيقش في اللي عنده جوج نيات وجوج ديال الوجوه. جاوب الراجل المكسور وقال ليه واش كدير معايا هنا؟ انا هو مول جوج وجوه. ضحك الشاب وما دار شي في بالو، وكملوا طريقهم مع بعضياتهم حتى وصلوا لواحد البير. قال الراجل اللي كانت ساقو مكسوره خلينا نهبط نجيب الماء. قال ليه الشاب لا يا الراجل، راك مريض ورجليك راها مكسوره، انا اللي غادي نهبط، غير ربط لي الحبل في عنق الجمل وهبطني للبير باش نعمر ليك القربه بالماء تروي عطشك ونسقي حتى هاد البكمه. نزل الشاب من فوق الجمل وتشبط في داك الحبل، غير وصل لقاع البير تقطع عليه الحبل. بدا الشاب يغوت ويصيح يا فلان
راه الحبل تقطع ليا. جاوبو الراجل وقال ليه يا قلت لك من النوبه الاولى انا هو مول جوج وجوه. قال ليه الشاب خذ الجمل والسلاح والمال غير خرجني من هنايا. قال له مول جوج وجوه باش تصفيها ليا. جاوبو الشاب وقال ليه نعطيك عهد الله ما نمد يدي عليك ما ناديك، غير خذ الجمل وخذ الفلوس اللي عندي وخرجني من هنايا. مول جوج وجوه ضحك ومشى وخلاه، ادالو رزقو وحتى الجمل اداه معاه. وتما تأكد الشاب أنه مهمته كلامها على الحق. عمرك دير الثقة في اللي عنده جوج وجوه. طاح الليل وبان نجومه والشاب مسكين جالس في قاع البير. شوية هما يجيو جوج ديال الغرابات كحل واقفين فوق البير، واحد يتباهى على الثاني. الغراب الاول قال صاحبه صاحبي واش عاقل على البنت الشيخ فلان اللي كانت زينه وغزاله واللي شافها يتمناها، عيونها كبار وسلفها طويل وكتفتن بالزين، شحال جاوها ديال الخطاب وديما كانت كترفضهم. قال له الغراب الثاني عرفتها شنو بها؟ قال ليه درت ليها سحر عظيم ولا تقطع حوايجها وتغوت، وجهها ولا خايب وشعرها طار وزينها ضاع وما بقى حتى واحد كيتمناها. الشيخ فلان باها ما عرف شنو دواها، عقل وقف غير يبكي وينوح ويتحسر على العقل اللي مشى لبنته والزين اللي كان صافي ما عاود ولا. وكل ليلة شوها والغوات وسط القبيلة، وباش السحر يتفك غير بحاجة بسيطة يقراو الفاتحة 7 المرات فوق كاس ديال الماء ويعطيوها لها تشربو وها هي حياتها رجعات. أنا كل ليلة كنضحك على القبيلة كلها كيفاش غراب واحد قضى على بنت الشيخ اللي كانت كتباها بزينها. انطق الغراب الثاني وقال راك ما صنعتي والو قدامي، داكشي اللي درت أنا قوى من داكشي اللي درتي نتايا. تعقل على مدينة الشيخ عباس كانت عامرة بالخضرة والفاكهة، جنة فوق الأرض وخير مولانا غير مدفق فيها. أما العيون كانت عامرة بالماء تسقي الأرض والعطشان يتروى منها. الزرع والوديان درت ليها واحد السحر عظيم حتى نشفت العيون كلها من الماء. ومنبعهم اللي كان تحت الجبل في واحد البير غارق سديته في مرة وسديته يا مولاي بسحر عظيم، والجنة اللي كانت فوق الأرض بحال اللي عمرها كانت. وفك السحر ديالو راه ساهل وبسيط، يقراو سورة البقرة والمعوذتين على الماء ويكبوه في داك المنبع ديال الماء اللي نشف. وفي المشتعين جنتهم هي غادي ترجع. الشاب اللي طاح وسط البير تصدم بداكشي اللي سمع، واش هادشي بصح ولا كان حلم؟ بقى عاقل على كاع الكلام اللي تقال. الغربان طاروا ومشاو بعيد، هو بقى واحل وسط البير. طلع نهار جديد وقفوا الرحالة حدا البير، نزلوا دلو باش يعمروا به الماء. غير دلو نزل الشاب قطع الحبل. واحد من الرحالة قال يمكن حجر قطع الحبل. رجعوا نزلوا دلو من جديد، عاوتاني تقطع الحبل الثاني، عاوتاني الثالث. قال واحد فيهم البير فيه شي حاجة غريبة، شي حد يتطوع وينزل ويقول لي اش كاين تما. واحد من الرجالة تطوع وتشجع ونزل لقاع البير. غير وصل تما سمع اللي كيتوسل باش يطلعوا ويعتقوا من تما. سولو الرحال وكلتك الله واش انت من الجن ولا من الانس؟ جاوبو الشاب انا من الانس ماشي جني، وحكايتي راها طويله. انا هنايا من بعد ما تقت واحد السيد يصحاب ليا مسكين، ساعه غدرني قطع الحبل وخلاني نطيح، سرق ليا جملي ودا ليا كاع راس مالي. قال ليه الرحال وعلاش كنتي كتقطع لينا الحبل؟ جاوبو الشاب وهو كيتألم كنت خايف الا طلعت في الدلو وشفتوني يمكن تغوتوا وتخلعوا وتخليو الحبل يطيح من جديد. قلت نقطع لكم الحبل ومن بعد غادي تعاونوني نطلع. الرحال تيق الكلام، عاون الشاب وخرج من البير. دموعه كانت سايله وحكى لهم قصته كامله. قالوا ليه فين طريقك كاينه؟ غادي نمشي لمدينه البنت المسحوره ومن بعد غادي نشد طريقي لمدينه الشيخ عباس. قالوا هذيك هي طريقنا نوصلوك معانا. غير هما وصلوا لقاو الشيخ القبيله في الاستقبال ديالهم، دار ليهم الواجب ديال الضيافه معاهم. ومن بعد ما ضيفهم بدا يشكي ويبكي عليهم. سولوا الشاب يا الشيخ اش وقع معاك؟ علاش كتبكي هاد البكا كامل؟ قال ليه بنتي يا ولدي 4 سنين وهي مريضه كتغوت وكتقطع في حوايجها، ما خلى طبيب كشف عليها ولا فقي شافها، كانت زينه وغزاله
كلشي كيتمناها، ودابا عقلها طار ومشى ودات عقلي معاها. كان داعي مولانا يفرج عليها بالليل قبل النهار. قال ليه الشاب: واش الا شافها الله على يدي تعطيها ليا ونبدا حياتي معاها؟ قال ليه الشيخ: لكل ما بغيتي وزيد اللي تمنيتي. قال ليه الشاب: جيب ليا كاس ديال الماء كبير. جابوا ليه، قرا عليه ومشى عند البنت ورشوا عليها وسقاها من ديك المياه اللي كاينه في داك الكاس. فرمشت عين البنت، سكتات وتهدنات وسترات راسها ودخلت عند العيالات. باذن الله البنت راها تشافات. قال ليه الشيخ: طلب اللي بغيتي ومن هذا النهار راك في مقام ولدي. قال ليه الشاب: بغيت المال وبغيت بنتك ندير معاها الحلال، وبغيت اما عود ولا جمل اللي يوصلني لمدينة الشيخ عباس. قال ليه الشيخ: كل ما تمنيتي هاواليك مولاي. اركب الشاب هو ومراته ومشاو للمدينة ولقاوها فعلا خاوية وناشفة من الماء بحال القبور المهجورة، غير 3 ديال الديور اللي باقيين تما، والباقي كلشي هرب، ما بقات لا خضرة لا نعمة. دخل عند الشيخ المدينة وقال ليه: الشيخ شنو وقع هنايا؟ قال ليه: سمعني يا ولدي، كنا عايشين بخير، الخير والخمير، والدنيا جنة والوديان عامرة والزرع نابت والخضرة والفاكهة كتغطي الأرض كلها، كلشي عايش هاني ومهني، حتى بالليل ونهار تحولت الجنة لدمار، والوديان نشفوا والخير يبس، الناس جاعوا وكلشي هرب ويأس. قال ليه الشاب: إلا رجعت الماء والجنة لهذا المكان شنو غادي تعطيني؟ قال ليه الشيخ: اللي بغيتي، محال واش تقدر دير هاد الشي. قال ليه الشاب: بغيت الدار والمزرعة والفلوس حتى هما اللي تقدر تعيشني مع مرتي هنايا. قال ليه الشيخ: عليك كل ما طلبتي، غير بين ليا حنت يديك. مشى الشاب للبير الكبير بجمع العيون الكبار وجاب سط الكبير عمرو بالماء، قرا عليه الخواتم ديال سورة البقرة والمعوذتين وكبو في المجرى تما، وفرمشت عين بدا الماء كيتدفق، العيون راها عمرات من جديد، والطير رجع للمكان، والنخل راه ناض في بلاصتو، حتى التمر راه نبت تما، والخير بان في كل مكان. وهنا كتكون الحكمة، النية الصافية كترد الماء حتى في الأرض اليابسة. الشاب خدا اللي بغا وبدا كيخدم في مزرعته، وعاش هو ومراته في النعيم، والناس اللي هاجروا من المدينة لمدينة رجعوا من جديد وعمروا أرض الجنة. دازت أيام وجات أيام وحل البلاد والعباد صغير وزيان الحال. منين دخل الشاب وكسر السحر بالقرآن، واحد النهار شمس طالعة مضوية، جالس الشاب في مزرعته اللي ولات جنة على الأرض. سمع الدقان في بابو، قال: شكون؟ جابو ضيف الله. أول ما حل الباب لقى اللي دار فيه الخير وما تمر فيه، شدو ورماه في قاع البير وكاع ما حن فيه، سرق ليه كل ما عنده وزادو خلاه. شافو الشاب وتصدم، وفي نفس الوقت ما كسر شي بخاطرو. دخلو لدارو كرمو غداه وسولو: واش عرفتي على من دقيتي يا مولاي؟ جاوبو مول جوج وجوه: لا ما عرفتش، شكون نتايا؟ واش كتعرفني من قبل؟ جاوبو الشاب: علاش ما غاديش نعرفك، انا هو اللي عنده غير وجه واحد، اللي دار فيك الخير ورجعتي ليه بضربه في قاع البير. مول جوج وجوه صفار وخضار وبالدهشه قال ليه: وكيفاش وليتي على هاد الحال؟ واش لقيتي شي كنز عظيم مولاي؟ الشاب ضحك ضحكه وقال ليه: صفي نيتك تشرب ودير الخير ونساه، وخا تجيك الضربه من عند اللي عاونتيه ومديتي ليه يديك، ما تلوم الزمان اللي لاقاك به، ما تندم على الخير اللي درتيه فيه، اللي نوى الخير يلقى الخير، واللي نوى الشر يلقى الشر. ايوا يا سيدي، نعاودها لك بحال الحكايه. من اول ليله ليا تما وسط البير وسط العتمه، حطات رجلين ديال الغرابات تما، جلسوا يهضروا ويتباهاو على السحر اللي داروا في الناس، في نفس الوقت قالوا على كيفاش يتبدل. ايوا انا سمعت كلشي وحفظت الكلام. في اول فرصه ليا صلحت البلاد والعباد ورجعت الأحوال اللي كانت ضاعت من زمان، وفكيت السحر على بنت أيام الجمال اللي ولات دابا مراتي وأمة وليداتي، والخير ولا عليا أنا وعائلتي. غير كمل الشاب الحكاية، شد مول جوج وجوه طريقه بحال المجنون. ناداه الشاب وقال: فين غادي هداك الملهوف؟ جاوبو مول جوج وجوه: غادي للبير نلحق رزقي قبل ما يطلع عليه الفجر. قال ليه الشاب بالنية الصافية: صبر يا الراجل حتى يشق النهار وتوكل على الكريم الجبار،
لكن مول جوجوجو كان قلبه معمر بالطمع، ما سمع شي الكلام. مشى حتى وصل لذاك البير، نزل ليه بالحبل على رجليه وسهر ليالي امتى يجيو الغربان تما. في الليل طويل جاو الغربان بحال العاده، كل مره في العام كيتجمعوا تما. وقفوا على فم البير وبداو يتكلموا. قال الاول: صاحبي، راه بنت الشيخ القبيله تفك السحر عليها ورجعت لعقلها ولزينها. جاوبوا الثاني: حتى انا سحري تفك ورجعت المدينه معموره بالزرع والزريعه والوديان عمرو من بعد ما كنت نشفتهم. سكتوا بجوج شويه ومن بعد قال واحد فيهم: انا شكي كيكون ديما في محله، واللي فك السحر عليهم كان تحتنا كيسمع كلامنا وماشي غريب يكون دابا معانا. قال ليه الثاني: خاصنا ندموا على فعلته. ناضوا الغربان بجوج ردموا البير فوق راس مول جوجوجو بسبب الخبث والغدر اللي في قلبه. كانت هذه هي نهايته. وهنا سالت حكايتي ومشات خبرتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يحكيها الجدود للصغار والحفاد، وانا بقيت هنايا مع ناس الجواد. مع سلطانة الحكايات يا سلام، تكون الأيام لعبة والأحلام تمام. نرسم العالم فن بالحب والسلام، نعيش الحياة وما بينا زعل أو ندام. أنا ذاك الشخص اللي يحب الاحتواء، أجد الجمال بكل خطوة وارتواء. في الطرق الغريبة أبحث عن السر، وأجعل من كل تجربة درس وعبر. النجوم تراودني تعلم من الكلام، تخبرني أفعل خيرا وأهزم الظلام. في طريقي أصنع من الخيال واقع، مع سلطانة الحكايات الحب لنا شرع. مع سلطانة الحكايات يا سلام، تكون الأيام لعبة.